صح، خليك تنح. انا بقى قررت ابقى تنح علشان اوصل للي انا عايزه واوصل لحلمي، وان شاء الله هوصل. بدأت متأخر بس بإذن الله مش هوصل متأخر. بصوا انا شفت الفيديو الواحد دلوقتي من شويه، هو يعتبر انفلونسر او مؤثر على السوشيال ميديا. في واحد بيساله اعمل ايه علشان صوتي يوصل للناس، او اعمل ايه عشان اوصل للناس، او اعمل ايه علشان اللي في دماغي او اللي انا بعمله يوصل للناس، والناس تتابعني والناس تدعمني والناس تتفاعل معايا وتعمل معايا كل ده. لو كنت انت كويس وعندك القابلية وبتفهم في المجال اللي انت بتتكلم فيه. انا والحمد لله من وانا 3 سنين او 4 سنين تقريبا ابويا حببني في الكورة بشكل لا يمكن تتخيلوه. فاللي هو انا راجل مواليد 87، كاس العالم 98 كنت لسه ما كملتش 11 سنه تقريبا، ولكن ثلاث ارباع المنتخبات اصلا بتاعت كاس العالم انا والحمد لله. بلاش تلات ارباع علشان خاطر بس الناس ما تقولش عليا ان انا كذا. هنقول مثلا المنتخبات الكبيره، يعني البرازيل وفرنسا المانيا، هولندا، اسبانيا، ايطاليا، العالم دي كلها بسم الله ما شاء. كرواتيا اللي هي كانت يعتبر وصلت نص النهائي عشان تلعب قدام فرنسا، باعتبار ان ماتش القرن طبعا بتاع هولندا والمانيا. مش هنخش في احنا في الكلام دوت ومين وصل نهائي ومين كسب، لاننا كنا عارفين الكلام ده. لكن انا وقتها كنت 11 سنه وكنت معجون ومجنون كوره بكل ما تحمله الكلمه من معاني. انا لغايه وقت طويل، لغايه وقت قصير جدا بعد ما ربنا كرمني وابتديت بقى ان انا اتخرج واشتغل والكلام ده، يمكن بعيد عن الكوره شويه. بس للامانه قبل كده انا كنت في اي حاجه في الكوره تلاقوني، لعب شغال، بلاي ستيشن شغال، فرجة شغال، تحليل شغال. ودلوقتي نفسي ربنا يكرمني واوصل للناس والناس تتفاعل معايا والناس تحب، الحمد لله تحبني. انا ما بعرفش اتنطط واتشقلب على الكاميرا دلوقتي او قدام الكاميرا زي ما الناس بتعمل. ما بعرفش ان انا اقعد اضحك واهزر وارمي افيهات رخمه بقى وسخيفه. انا راجل دلوقتي بتاع كوره، بشوف كوره والحمد لله والحمد لله. والله انا ما بكذب عليكم، انا في اوقات كتيره جدا جدا بقعد قدام ماتشات للاهلي، وحتى في الماتشات الاوروبيه كمان قدام ليفربول او مثلا برشلونه، بقول انت المفروض يحصل كذا وكذا 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 وكذا. والحاج ابويا الله يرحمه كان بيقعد على الكنبه اللي قدامي دي وبقول الكلام ده قدامه. بس انا حاليا لوحدي، انا الحاج الله يرحمه خلاص هو اللي كان وحيد بيشجعني في الموضوع ده في الماتشات، بس خلاص الله يرحمه انا بقيت لوحدي والحمد لله. مستني ربنا يكرمني بقى ان شاء الله كده وابني يكبر عشان يقعد معايا ونتكلم مع بعض كده ونقعد نحلل وازاي يحصل ايه، وده المفروض يحصل ازاي، وده يجي فين ومين ينزل ومين يطلع وطريقه اللعبه تتغير ازاي. نفسي ربنا يكرمه ان شاء الله كده ويكبر يقعد جنبي ونشوف الليله ده فيها ايه. لكن من بعد كده خلاص انا للامانه انا لا ارجوز ولا دمي خفيف، يمكن تشوفوني سخيف شويه، ولكن انا الحمد لله بحب جدا اللي انا بعمله وبفهم جدا في اللي انا بعمله. ومتهيألي لو الناس الجديده اللي هتشوف الفيديو ده لو دخلت الصفحه عندي هتعرف وتشوف انا بتكلم في ايه، وهم اللي يقرروا اذا كنت انا صح ولا لا. تمام. فانا هخليني تاني زي ما الراجل ده بصراحه قال، لان انا بعد ما سمعت منه الجمله دي انا قررت ان انا اعمل الفيديو ده في ساعتها على طول، لان انا لو كنت استنيت ما كنتش هعمله اساسا. فانا قررت ان انا ابقى تنح وهفضل موجود ان شاء الله، والناس هتدعمني ان شاء الله وهوصل ان شاء الله.